السلام عليكم، معاكم محمد الزويد اداري ومؤسس نادي كرة الساحل الشرقي. طبعا اليوم الجمعة عندنا راس تنورة الكار شو، تجمع حلو نشارك فيه نادي كرة الساحل الشرقي. وطبعا نستفتح الموضوع ما هو كرة النادي، هذا كرة النهار حق صاحبه نظام فريق الاطفال. ما شاء الله جميل جدا جدا حضور رائع جدا. جميل جدا. هذه السيارة الرئيسية للنادي. سيارة مين هذه محمد؟ هذه سيارة يحيى السعيد مدير النادي. وش فئة السيارة هذه؟ فئة السي 606 هذه. طيب شنو توصف لنا الشعار هذا والرمز؟ طبعا هذا شعار نادي كرة الساحل الشرقي اللي هو شعلة مع العلمين، طبعا تميز الكرفة بالعلمين. الشعلة من وين مستوحاة؟ من الشعلة اللي تطلع من القزوز؟ طبعا الكرفة مشهور صاحب رشاش زي ما يقولوا. طبعا عندنا هنا النائب المدير الاستاذ محمد المثل. كيف انطباعك عن التجمع اليوم؟ كيف تفضل انا؟ الله يعطيكم العافيه. طبعا الشباب قاموا بمجهود حلو من ترتيبات من تجهيزات، تم التنسيق مع شركه ارامكو من فتره لعمل عرض سيارات، تم رحبوا بالفكره الجيده، تم عمل الترتيبات اللازمه، وهذا حاليا قاعدين نتجهز عشان الدخول. جميل جدا، يعطيك العافيه استاذ. وهذاك اللي يمشي منهم؟ هذا عبد الرؤوف الخويتي. عبد الرؤوف شلونك؟ شلونك؟ كيف انطباعك عن المهرجان اليوم؟ متحمس جدا؟ ممتاز، بالتوفيق. والكرفة هذا شنو؟ هذا كرفة حيصل، احد اعضاء النادي المتحمسين، من احد الاعضاء اللي شاركوا في تكريم شركه الاول اللي كانت الراعي الحصري لنا في مهرجان اتحاد انديه الكره في قطر، اللي اخذنا المركز الاول فيه، اخذنا مركز البطوله والاول. طبعا عندنا هذا كرفة ماجد الجليدان، يعني من اجمل الكوارث بالنادي، تميز باللون الابيض وتطعيمات الكربون فايبر والوان جميله. وهذا الان بننطلق الان، بندخل الى الكومباوند، كومباوند نجمه في ارامكو. طبعا تجمعنا اليوم في كومباوند نجمه في ارامكو، وانا مستعدين الان الشباب وجاهزين، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وترقبونا. مرحبا فيكم جميعا في مهرجان راس تنورة الكار شو. الان جناح نادي كرة الساحل الشرقي. ما شاء الله عندنا عدد اليوم وصل تقريبا لاكثر من 30 كرة تقريبا، وتجاوز ال 30. طبعا نجينا الفئة سي 4، فئة سي 606، يعني فئات جميلة جدا، الوان معينة، الوان مثيرة حلوة. هذا شعار الكرفة يا محمد؟ هذا شعار نادي كرة الساحل الشرقي، الشعلة والعلمين. طبعا هنا جناح نادي كرة الساحل الشرقي، تقريبا هو الأكبر والأضخم الآن في مهرجان راس تنورة الكار شو. وش الفعاليات اللي هنا محمد؟ طبعا هذه السيارات الكلاسيكية هنا السيارات الهيدروليك، الصوب هذا سيارات هيدروليك. فعاليات كانت البريك دانس، الرقص اليوم، فعاليات الهارلي، هذا كان في عندهم مسابقات هارلي. طبعا هذه فئة الهارليات هنا. نروح نشوف الهارلي. هذا جناح الشرقية بايكر.
صفوة بايكر زين، هم تابعين للشرقية بايكر. صفوة بايكر تابعين شرقية بايكر، بحكم ان الشرقية بايكرز لها اشياء كثيرة، مجموعة كثيرة، أي مجموعة كثيرة. الشرقية بايكرز تشمل اللي هم صفوة ما شاء الله بايكر، ما سيات شاء الله، بايكر، يعني دمام بايكر. جروب الهارلي مسيطر اليوم، هو صفوة بايكر. طبعا نجي الفئة هنا، فئة الكومارو، يشمل طبعا الكومارو القديم والجديد والموديلات الحديثة وجميع فئاتها، الاس اس، الزد 28. ايوه. هذول اللومينا ولا وشهم؟ هنا اللومينا، بعد اللومينا النيسان زد فئاته. بعدها بعد النيسان زد تجي التويوتا سوبرا لا ننسى هنا سيارة الهيدروليك هذه اللي على اليمين. طبعا تحفون اليوم بعروض مثيرة الهيدروليك، جدا 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 عروض مشوقة. وهذه شنو نوع السيارة؟ هذه تويوتا سوبرا، هذه تويوتا سوبرا. هذا مغطيها ولا هي شد بلد ولا صار؟ لا طبعا كلها تعديلات، هذه مضافة على السيارة. ونروح اللي جنبها شنو هي؟ شنو ذا السيارات؟ جناح النيسان سكاي، المعروفة اللي يسموها الجودزيلا او التنين. جودزيلا ولا الفا؟ لا كلها ستاندرد تقريبا، اللي هي الجي تي ار، بعضهم المضاف عليها مثل مبدل كربون فايبر، اضافات. ونشوف هذا شنو اللي مبدل في مسوي في مين صاحب السيارة شباب؟ والله انتم زينه؟ من هذه فيه تعديلات هنا واضح، فيها تعديلات بس احنا ما احنا بعارفين شنو التعديلات. طبعا هذا الجي تي ار، وعندنا الجي تي ار الثانيه قامت تصيح. طبعا مش مشكله، نجي هنا الجناح نادي موستنج. هذا موستنج، هذا كم موديل الموستنج اللي قدامنا؟ موديل تقريبا قديم 67. اول موديل من الموستنج نزل هذا، بعدين تجي الفئات. هذا اللي يسموه الاسرائيلي. اسرائيلي مسمى تبع اسم الدلع اسرائيلي. طبعا تجي الفئات بعدين ال اكس، الشيلبي، السالين، الجي تي 500، كلها فئات حلوه جميله. وين الشيلبي؟ في شيلبي عندكم هنا؟ هذا الشيلبي. هذا الاحمر. شنو كيف قوة الشيلبي يا محمد؟ قوته تقريبا قوته 500 حصان، ومضاف عليه سوبر شارب. قوته جدا جميله وجباره. مثل ما انتم شايفين هذا الموستنج. طبعا هذه فئه تنزل هي بوس 302 دي. بوس 302 يقال انها اقوى من الشيلبي. صحيح البوس 302 هذه سبيشال كاليفورنيا، بس الثلاجه اللي محطوطه فوق. طيب شلون الشيلبي قوتها؟ منهم ها؟ 2009 غير 2010 غير 2013. تغيرت الانجن كامل صح؟ 2013 جاء الانجن حقها 660 في الماكينه على التاير 612. ما شاء الله. واللي قبله على كذا اللي عنده 2010 و2011 تحس انه يتألم شوي. يعني 400 فرق ترى، فرق كبير. بس برضو شيلبي برضو له دوره، يعني اسمه يكفي. اكيد. جدا جميل. يلا شكرا شباب. حياك. شوف هنا شنو ذي السيارات يا محمد؟ روح قدام. طبعا كلها سيارات منوعه هنا، في منها الكلاسيكي، في منها الالماني، في منها الامريكي. ما ننسى نجيب لكم معانا ايش تقول معانا ايش؟ السيارات الكلاسيكيه هنا، سيارات ثلاثيه وكلاسيكيه وجميله جدا. طبعا نجي هنا لاقوى كورفت في العالم، تبع نادي كورفت الساحل الشرقي اللي هو كورفت الام ار. طبعا نجي هنا، هذه تعتبر الخزانات وهذه سلندرات الغاز. طبعا السياره مزوده بقفص لحمايه السائق، القفص الحديدي. طبعا مقاعد مبطنه تمسك شوي الظهر، واللي هي شفت الجير كيف؟ هاي المقاعد المبطنه. طبعا نجي للمحرك، المحرك قوته تقريبا 2000 حصان، مزود بسوبر بالسوبر شارب. كيف المبردات طبعا كفرات خاصه للسباقات،
مزوده. شغل جبار ان شاء الله. وهذا الجوار شنو؟ هذا الباراشوت، هذا مسؤول عن ايقاف السياره في السباقات المايل. سباقات المايل توصل السياره فوق 300 توصل حدود 400 يحتاج هذا يعزز وقوف السياره الباراشوت الطلاوه. وهذا كورفت 06 الاصفر. كلها سيارات جميله. جدا رائعة من حبيبنا وكابتننا واستاذنا استاذ محمد احمد الزويد. مثل ما قال لكم هذه تغطية راس النورة نجمة كار شو في راس النورة برعاية ارامكو. طبعا هي منظمة الحفل هذا كله. سيو باي باي.